الصباح المبارك النهارده بيكلمنا عن مثل كلنا سمعناه قبل كده. رب المجد كان احيانا كتيره بيكلم الشعب بالامثال، بيكلم الشعب بالامثال عشان الفكره توصل بطريقه بسيطه وطريقه مفهومه، وبيستخدم في الامثال حاجات هم يعرفوها، كان اغلبهم مزارعين فبيستخدم مثل في زارع وفي بذر. عايزين نتقابل كده في ال10 دقايق اللي جايين دول في مثل الزارع النهارده، علشان انا وحضراتكم نطلع النهارده واخدين مستفادين فايده روحيه، وكل واحد فينا يقيم نفسه هو انهي نوع من الاربع انواع اللي هنقول عليه. النهارده رب المجد يسوع المسيح لما الصالح بيشبه نفسه ان هو الزارع، هو نفسه الزارع. طب بتزرع ايه يا رب؟ بزرع كلمته اللي مكتوبه في الكتاب المقدس، البذره هي كلمه الله الحيه والفعاله الموجوده في الكتاب المقدس. ربنا خرج يزرعها في 4 انواع من الطرق، 4 انواع من الاراضي. ارض عباره عن طريق، ارض عباره عن ارض حجريه، ثالث حاجه ارض عباره عن مليانه شوك، رابع حاجه ارض جيده. يبقى ربنا هو الزارع اللي بيزرعه هي كلمه ربنا، وزرعها في 4 اراضي. انا وحضراتكم كل واحد يصنف نفسه النهارده في سره هو انهي ارض من ال4 دول. اول 3 اراضي ما جابتش ثمر خالص، ولا الطريق جاب ثمر، ولا الارض الحجريه جابت ثمر، ولا الارض المليانه شوك جابت ثمر. امال ايه الارض اللي جابت ثمر؟ رابع نوع هو الارض الجيده. كل واحد مننا وانا مع حضراتكم نحط نفسه انا انهي ارض من ال4 دول. عايزين نشوف كل ارض تشير الى ايه. اول ارض اللي هي الارض اللي كانت عباره عن طريق، دي بتشير لمين؟ مين فئه من البشر هم الطريق ده هو؟ زمان لما كانوا بيجي يصمموا الطريق كانوا بيحطوا حته هندسيه شويه صغيره شويه، كانوا بيحطوا الطريق فين؟ في اعلى نقطه ولا في اوطى نقطه؟ في اعلى نقطه، يعني لو عملوا في اوطى نقطه المطر هتيجي والطريق ده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن بذر. الطريق يشير لكل نفس بشريه عندها كبرياء، عشان كده الطريق بتاعه عالي قوي. يقول لك البذور اللي اتحطت في الطريق ما طلعتش ثمر خالص. لو انا او حضراتكم كل واحد فينا عنده كبرياء مش هيعرف ابدا يطلع ثمر. يعني ايه كبرياء؟ يعني اكون شايف نفسي انا احسن من كل الناس اللي حواليا. عمر ما حياتي تبقى مليانه ثمر روحيه، ولا اعرف اعين ملكوت السماوات. تفتكروا كده بطرس الرسول صخره الايمان، اول ما ربنا قعد يقول لهم خلي بالكم ان بعد 3 ايام هيسلموني وهصلب وهتنكروني، بطرس ساعتها حد فاكر قال ايه؟ يا رب ان انكرك كل الناس انا مش هنكرك. بطرس حس بنفسه ايه ساعتها؟ ان هو احسن من اللي حواليه. يعني كان ممكن يقول له انا مش هنكرك يا رب، كان يبقى حلو خالص. طبعا هو قديس عظيم يعني، بس في الوقت ده هو حس ان انا احسن من كل الناس اللي حواليا. ان انكرك الجميع يا رب انا لن انكرك. مين اول واحد انكر يسوع المسيح؟ هو بطرس، لانه حس ان هو اعلى من اخواته. يبقى الارض اللي مليانه طريق، لو انا حاسس نفسي ان انا اعلى من اخواتي، ده انا باجي الكنيسه على طول، ده انا بكتب 24 ساعه، ده انا حافظ الالحان من اولها لاخرها، ده انا بقرا الانجيل كل يوم 3 ساعات، ده انا بصوم انقطاع لغايه الساعه 3، ده انا بحضر ما بفوتش قداس. حسيت ان انا احسن من كل الناس اللي حواليا، للاسف كل رهن باب، وللاسف مش هعرف اعين ملكوت السماوات. تاني نوع من انواع البشر بيمثلهم الطريق، طالما انا متكبر يبقى انا برفض التلمذه. اهو بص انا عارف كل حاجه. انا المتكبر ده هو بيرفض التلمذه، يحس ان هو عارف كل حاجه. نسمع كده في سفر الرؤيا رب المجد بيقول لاسقف اللاوديكيين، الاسقف ده كان حاسس ان هو مستغني وعارف كل حاجه، يقول له ايه؟ نسمع الايه بتاعتها: لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت. انت عارف كل حاجه بقى، ولا حاجه لي لشيء. هو كان حاسس ان هو عارف كل حاجه ومش محتاج انه يتعلم ولا يتلمذ. بص ربنا بقى: لست تعلم ان، عدوا معايا، انت الشقي، 2 انت البائس، 3 انت الفقير، 4 انت الاعمى، 5 انت العريان. رب المجد نفسه بيقول للاسقف كده هو ال5 حاجات دول: انت عريان وشقي وبائس. ليه؟ انت بتقول نفسك انا استغنيت. كل انسان مسيحي وانا اولكم لاخر دقيقه في عمره لازم يعيش حياه التلمذه، التلمذه للكتب الروحيه، التلمذه لاب اعترافه، التلمذه للصلوات الليتورجيه العامه، التلمذه لقوانين اباء الرسل. طول ما احنا عايشين نعيش بحياه التلمذه. اروم ان تكون ناجح، داوم نفسك على التعليم. بولس الرسول يقول لك كده ايه لتلميذه. ثالث نوع من انواع الناس يمثلها الطريق ده هو الانسان المتكبر، بيبقى انسان غير مطيع، ما يسمعش الكلمه ابدا. هو حاسس ان انا احسن من حواليا، ما يسمعش كلمه ابدا. كلنا فاكرين المثل بتاع بطرس الرسول لما قعد طول الليل يحاول يجيب سمك ما كانش عارف. ربنا تاني يوم راح للصبح. فاكرين المثل ده كلنا، مثل مشهور كله، القصه حقيقيه مش مثل، قصه حقيقيه. تاني يوم ربنا قال له بقول لك يا بطرس خش جوه للعمق في النهار عشان تجيب سمك. سهل جدا بطرس، لو انا او حضراتكم مكان بطرس اقول يا رب يعني معلش يا رب انت شغلتك نجاره، يعني مالك ومال الصيد ده انا بطرس صياد ابا عن جدا، انا يعني مهنتي كلها الصيد، وانت يا رب شغال في النجاره، انت فيك عدى عليا يعني عيب يعني.
وبعدين معروف اي حد بيعرف يصطاد السمك بيصطادوه على البر اسهل بكتير جدا لما يصطادوه في اخر البحر. حاجه ثالثه كمان السمك يعرفوا يصطادوه طول الليل، ما يعرفوش يصطادوه الصبح، السمك الصبح بيبقى مع النور ما بقاش باين. يعني كل الحاجات اللي ربنا قالها ضد العقل البشري. ولا ينفع نجار يعدل على صياد ابا عن جدا، ولا ينفع ان انا اخش اصطاد سمك في العمر، ولا ينفع ان انا تيجي تقول لي لا اصطاد الصبح احسن من بالليل. ولكن بطرس ساعتها عمل ايه؟ قال له ايه؟ برافو عليك، قال له حاضر على كلمتك. طاعه. كانت ايه النتيجه؟ مش عارفين يلاحقوا من قدر السمك. يبقى لو انا وحضراتكم عشنا حياه الطاعه، الطاعه لمين؟ الطاعه لكنيستنا، الطاعه للوصيه، الطاعه لاب الاعتراف. ده للاسف بلاقي ناس كتيره بقالهم بالشهور ما عادوش مع اب اعترافهم. طب انت حاسس ان انت استغنيت؟ يعني انت حاسس ان انت يعني كلمه ربنا هتوصل لك ازاي؟ ازاي انت مش واخد تدريب؟ ازاي انت مش ماشي على قانون؟ بقالك شهور ويقول لك انا اخر مره اعترفت من 7 8 شهور. طب الفتره دي كلها انت استغنيت؟ لو انا وحضراتكم استغنينا هنسمع انت الشقيق، انت البائس، انت العريان، انت وكل الكلام ده. فعشان كده نخلي بالنا وحياتنا مش هتعرف تيجي ثمر. اخر نوع بيمثله الطريق ده هو الطريق دايما معروف انه بلا اسوار، ملوش سور كده ولا كده. يمثل ايه؟ يمثل كل نفس بشريه عايشه حياتها كلها تدخل دماغها اي تعليم غلط، عايشه بتكلم اي حد، عايشه بتضيع وقتها في اي حاجه بدون اسوار. المسيحي حاطط اسوار، سور على فمه عشان ما يغلطش، سور على فكره عشان ما يغلطش، سور على قلبه علشان يفضل نقي. مش اي تعليم يسمعها، مش اي كلام يروحه، مش اي مكان يروحه، مش اي ناس يتعامل معاه. علشان كده هو الاربع انواع دول يمثلوا الطريق، عمر ما حياته هتجيب ثمر. تاني نوع الارض ايه؟ فاكرين؟ تاني نوع الارض ايه؟ الحجريه. الارض الحجريه دي عباره عن ايه؟ ارض مليانه حجر ولكن ملهاش عمق في الاخر. يعني من فوق كده باينه ان هي قشره قويه جدا، انما تحت ملهاش اي عمق. بتمثل مين؟ اي حد فينا علاقته بربنا علاقه سطحيه مش هيعرف يجيب ثمر في حياته. ربنا في المثل في القصه اللي احنا قلناها قال لبطرس ادخل الى ايه عشان تجيب سمك؟ ادخل الى العمق. سيدنا البابا الشنودة كان ضايع نفسه قال لك كده اهو، اي وقت جيت القداس او اي صلاه او فتحت الاجبيه ما حسيتش بحضور ربنا قدامي لا تعتبر صلاه امام الله. كل واحد من حضراتكم وانا اولكم موجود في القداس لازم اكون حاسس ان ده رب المجد هو الموجود على المسجد. انا مش جاي اقعد ساعه ونص واتناول واروح شغلي وخلاص على كده خدرت ضميري انا كده زي الفل انا اتناولت مره في الاسبوع. لا، لازم اكون حاسس بحضور ربنا. الانسان السطحي حياته كلها يقول لك كده هو ايه؟ انتم كما لقوم عالم. تسال حد طب انت جاي القداس النهارده ليه؟ يقول لك النهارده الحد. دي اجابه سطحيه تماما. لا، انا جاي القداس عشان اتحد بربنا، عشان يسوع يبقى المسيح حبيبي وعايز اتحد بيه، مش عشان النهارده الحد. يقول لك عشان ربنا ما يزيديش. كل الحاجات دي هي تنم انه انسان سطحي. ولكن الانسان اللي داخل في العمق انا جاي عشان اتحد بحبيبي، انا جاي اعمل كنز عشان لما اطلع فوق ملكوت السماوات الكنز ده يكون موجود ايه؟ معايا. رب المجد كده قال للفريسيين قال لهم حسنا تنبأ اشعياء عنكم انتم المراؤون كما هو مكتوب هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عنه. يهتم بالصالح، يهتم ان الناس كلها تقول عليه انت راجل متدين، انت بتيجي القداس وبتحصل، انما قلبه بعيد. كل اللي بيبقى قاعد في القداس حتى مش مركز في اي حاجه مع القداس، ولكن قلبه مبتعد خالص عن ربنا، بيعبد رب بايه؟ بشفتيه. ده يبقى زي الارض الحجريه عمرها ما تجيب ايه؟ عمرها ما تجيب ثمر. برضه الارض الحجريه بتمثل اي حد فينا قلبه قاسي. ايه اللي بيقاسي القلب؟ عندي خطيه مستمر فيها مش عايز اتوب عنها. قساوه القلب بتخلي حياتي ما فيهاش اي ثمر. زي مين؟ زي فرعون. شاف 10 ضربات وبرضه قلبه قاسي، خسر رب قلب فرعون، مش عايز ابدا يسيبهم، حتى بعد ما سابهم طلع وراهم عايز يجيبهم يموتهم لغايه ما ماتوا كلهم في البحر الاحمر. قساوه القلب بتخلي حياتنا من غير اي ثمر. قساوه القلب كمان بتخليني مش حاسس بالاخر. ده لدرجه دلوقتي طلعت بدعه بره يقول لك الجحيم هو الاخر، انا ماليش دعوه بالاخر. قساوه القلب بتعمل كده اهو. كل واحد زي كده مين؟ زي الغني، زي العذر والغني. كان واقف على باب الفيلا بتاعته ولا باب البيت بتاعه مش عايز يقدم له اي رحمه، ليه؟ ما كانش حاسس بالاخر. اللي ما بيحسش بالاخر هو الارض الحجريه، حياته ابدا ما تجيب ثمر. خلصنا كام نوع من الاراضي؟ باقي نوعين. النوع الثالث الارض اللي مليانه شوك. النبات يطلع والشوك يطلع، الشوك يخنق النبات. الشوك في الارض الزراعيه بيتغذى على نفس الغذاء اللي النبات بيتغذى عليه، فبياخد من غذاء النبات. يمثل مين الارض اللي فيها شوك؟ يمثل كل واحد فينا عايش بحياته القديمه. يعني ايه حياته القديمه؟ بطبيعته القديمه. انا وحضراتكم اول ما اتولدنا وارثين الخطيه الجديه بتاعه ابونا ادم. اول ما ابونا بياخدنا ويحطنا في جرن المعموديه ويعمدنا ويرشدنا بالميرون باخد الطبيعه الجديده. الارض اللي مليانه شوك ده الانسان لسه عايش بالطبيعه القديمه بتاعه ابونا ادم. وابونا ادم وقع في الثلاث خطايا الكبرى. شهوه الجسد لما شاف الثمر حلوه جدا، شهوه القنيه لما قال له هديك بقى ده انا عايز
عايز اخد الثمره دي ليا، شهوه الكرامه والذات، لما قال له ايه؟ لو انا اكلت منها هفضل ابقى زي ربنا عارفين الخير والشر. الارض مليانه شوك، اي حد فينا وانا من حضراتكم اللي عايش بطبيعته القديمه، لسه متغلب عليه شهوات الجسد، لسه متغلب عليه انا عايز اخد، انا عايز شهوه القنيه. يا حبيبي ربنا بيقول مخبوط هو العطاء، ادي اكتر ما تاخد، لا انا عايز القنيه، عايز اخد الماديات، عايز اخد الكرامه، عايز اخد الذات، ذاتي عاليه جدا، اللي يقول لي كلمه افضل مهموس منه اسبوعين ثلاثه، طب ما انا لو مت في الاسبوعين دول مش هعرف اخش السما لو انا مهموس من حد، حتى لو هو اللي مضايقني. فعشان كده هو اللي عايش بطبيعته القديمه، طبيعه قبل الفداء، هو ده اللي بيمثلها الارض اللي مليانه شوك. زي مين مثلا؟ الكتاب المقدس يقول لنا كده مثلا كان في واحد غني، بس غني كان عنده كده مره عنده اراضي كتيره جدا، مره جه المحصول بتاعه ادى محصول وفير، فرح قوي، انا افرح يا نفسي بقى، انا كده عندي خيرات كتيره، افرحي وتهللي، وبقى مشغول بلذاته وشهواته، افرحي وتهللي. انا بدل ما عندي المخزن بتاعه صغير، لا ده مش هيكفي، انا ههد المخزن بتاعي واعمل ايه؟ واعمل مخزن كبير، واقول لي بقى افرحي يا نفسي، عندك خيرات تكفيك سنين عديده. ربنا قال له النهارده، قال له ايه؟ يا غبي في مثل هذه الليله تؤخذ نفسك منه، كل الحاجات اللي انت فرحان بيها دي من تكون مالهاش اي حد، انما انا عامل رصيد كنز قداس، عامل رصيد كنز خدمه، عامل رصيد كنز صلوات، توبه كل دوت قاعد لكل واحد ايه فيه. زي برضه الشاب الغني مضى حزينه لما ربنا قال له سابوا بيع كل امواله، مضى حزينه ليه؟ لان هو كان زي الارض اللي مليانه شوك، عمر حياته ما تعرف تجيب ثمر. زي مين تاني؟ نوح النبي قعد 120 سنه يبني الفلك، وعمال يقول للناس كلها الارض هيحصل طوفان، الناس هتتخيلوا مش يوم ولا اثنين، 120 سنه، كل اهل الارض في الوقت ده كان عباره عن ارض مليانه شوك، ما حدش يصدقه، يقول لك كان واحد مهزار في عينهم، يا حبيبي الارض خلاص الشر امتلأ، زي الوقت اللي احنا فيه دوت، كميه بدع وكميه تعليم غلط حوالينا كلها، الشر فعلا كل واحد يركز في خلاصه، احنا مش عارفين نهايه العالم ايه، يمكن وانا بكلم حضراتكم دلوقتي ما حدش عارف. قعد 120 سنه الناس كلها تستهزأ بيه، تقول لي يا عم كده، كل سكان العالم كانوا عباره عن ارض مليانه شوك ما عدا نوح وزوجته واولاده الثلاثه وزوجاتهم هم الوحيد اللي نجوا، لان هم دول اللي كانوا عباره عن ايه؟ كانوا عباره عن ارض جيده. انما الباقيين كلهم كانوا عباره عن ارض شوك. اخر نوع من انواع الاراضي عشان وقتنا عباره عن الارض الجيده. طب يا رب انا يا رب ولا عايز اكون ارض حجريه، ولا عايز اكون يا رب ارض مليانه شوك، ولا عايز اكون ارض عباره عن طريق، انا عايز اكون ارض جيده. اعمل ايه يا رب؟ النهارده ربنا بيغششني ويغشش كل واحد فيكم، اقرا خلي علاقه حيه بالكتاب المقدس. لو انا ليا علاقه حيه بالكتاب المقدس الحقيقه هتكون ارض جيده. لان البذره اللي كان الزارع بيحطها، البذره دي عباره عن ايه؟ البذره دي عباره عن ايه؟ كلمه الله حيه والفعاله. طب ماشي يا رب، عرفنا يعني الكتاب المقدس هو الطريق، يعني افتح كل يوم كده اقراه وخلاص؟ لا. عايزين نقرا الكتاب المقدس النهارده انا وحضراتكم بطريقه مختلفه. اعمل 6 خطوات. اول حاجه امهد نفسي. ما ينفعش تكون مثلا بتفرج على مسلسل قفلته افتح الانجيل اقراه، انا كده بضحك على نفسي، انا كده بخدر ضميري عشان اقول انا قريت الكتاب المقدس. اول فقره 5 دقائق ناخد ترنيم، حافظ لحن حلو اقوله، ترنيمه حلوه بحبها اقولها، موقف حلو ربنا عمل معايا افتكره، ابص على صوره الصليب 5 دقائق واتامل. عارفين الكوبايه اللي مليانه ميه مليانه تراب؟ يقول لك عشان تنضف تعمل فيها ايه؟ سيبها 5 دقائق هتنضف لوحدها، التراب هينزل تحت ويطلع. يبقى قبل ما اخش على الانجيل محتاج 5 دقائق انا وحضراتكم اهدى علشان اصفى، عشان انا هستقبل كلمه الله حيه وفعاله. انا مش بقرا جورنال ولا بقرا رساله على الموبايل، ده انا بقرا كلمه ربنا، مش عايز اقولها كده خلاص انا قريتها، لازم اهدى 5 دقائق. يبقى رقم 1 التمهيد. رقم 2 اقرا على مين؟ من غير مجد، ما يهمنيش انا اقرا اصحاح ولا نص اصحاح، اهم حاجه اقرا بعمق. ثالث خطوه افهم. عندنا ما اكثر من تفاسير الكتاب المقدس، عندنا حاجات على الموبايل وعندنا كل حاجه وكلها مجاني، افهم واقرا التفاسير. رابع حاجه بس مهم قوي في التفاسير، انا وحضراتكم نخلي بالنا، افهم الكتاب المقدس كما فهمه الاباء الاوائل. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول انا ممكن اقرا الكتاب المقدس وافهمه بطريقه مختلفه، افهم بطريقه غلط، لازم افهمه زي ما ابائنا الاوائل فهموه. يعني ايه ابائنا الاوائل؟ الكنيسه كانت كنيسه واحده لغايه سنه 451. بعد 451 عملوا مجمع في خلقدونيا وانقسمت الكنيسه. بقى في عندنا بقى طوائف مختلفه. عشان افهم الانجيل صح ارجع لابائنا الاوائل هم فهموه ازاي، التفاسير المعتمده عندنا. احنا عندنا عايز اقول لك بص كلهم ملوك وكهنه، خلاص يبقى احنا كلنا كهنه، ما فيش حاجه اسمها كاهن، ما فيش حاجه اسمها اسرار. لا يا حبيبي، ده اصله في كهنوت عام وفي كهنوت خاص. لو ما فهمتش الانجيل زي ما فسره الاباء الاوائل، لا ده مش هيكون سبب خلاصي ولا هيكون سبب ان انا اجيب، لازم افهمه زي ما ابائنا الاوائل من المصدر بتاعه مظبوط. ولا كده من امن واعتمد خلاص بيسكت على كده اهو، لا ابائنا قالوا دي خطوه واحد،
انما 2 في الجهاد وفي الاعمال الانسان اللي بيجاهد فيه. فعشان كده امهد قبل ما اقرا، بعدين اقرا، بعدين افهم الكتاب المقدس كما شرحه الاباء الاوائل، بعد كده ادرس. يعني ايه ادرس؟ ابتدي حدد، قريت جزء من الانجيل، طب اطلع منها وعد. يعني ايه وعد؟ ربنا وعدنا لا تخف يا رب الصغير، اطلع منها وعد افرح بيه اطلع منه وصيه زي كده مثلا ايه؟ صلوا كل حين، اطلع وصيه اقول له حاضر يا رب انفذ الوصيه، اطلع وعد وافرح بالوعد ده هو، اطلع حقيقه لما يقول كده انا والاب واحد، خلاص دي حقيقه لازم افهمها، اطلع منها تحذير لا تبين لكي لا تبان، اقول له حاضر يا رب. هو ده الدراسه، رابع مرحله. يبقى اول مرحله امهد، بعد كده اقرا، بعد كده افهم كما فهمه الاباء الاوائل، رابع مرحله ادرس فابتدي اخد ودي. مثلا قريت زكاه، احط نفسي مكان زكاه. هو انا يا رب لو كنت مكان زكاه كان مش يهمني الناس واطلع اتصلح على الشجره؟ حط نفسك مكان الشخصيات. او ممكن طريقه ثانيه للدراسه سهله، اقعد قول لماذا؟ ليه يا زكاه انت طلعت على الشجره مثلا؟ ده عشان بيحب. يبقى دول 3 طرق، طلع وعد، طلع وصيه، طلع تحذير، او اقعد اسال نفسك لماذا ومتى وكيف، او حط نفسك مكان شخص من الاشخاص دول. كده انت بتقرا الانجيل صح. خامس خطوه، طبق ونفذ. الانجيل بقراه مش عشان انا اقول انا قريت النهارده الانجيل، مش معلومات اعرفها، لا، الانجيل هي وصيه معاشه. ابتدي نفذ في شغلك، ابتدي نفذ في بيتك، ابتدي نفذ في الشارع، ابتدي نفذ في المواصلات. خلي كل واحد فيكم انجيل معاش. الناس كلها كانت بتقول لك انا ابونا بشوف يعني شفته انا كاني قريت الانجيل. طب ليه؟ لان هو بينفذ نفس وصايا الانجيل. انا وحضراتكم محتاجين نكون انجيل معاش وسط اي مكان انا موجود فيه. اخر خطوه بقى قبل ما انام احاسب نفسي بقى. الانجيل هو المرايه، انا خارج ببص في المرايه شكلي ايه؟ الانجيل بتاعنا هو المرايه، هو اللي بيقول لنا انا بنفذ الوصيه ولا لا؟ لقيت نفسي بعيد، معلش اقول له رب اسف، توبني، وابتدي اقوم من اول وجديد تاني، ابتدي انفذ الوصيه. يبقى ال6 خطوات دول هيبقى انا ليا علاقه بحيه وفعاله بكلمه ربنا، مش هفتح الانجيل 10 دقائق قفلت الانجيل كده ما عملتش اي حاجه. امهد، 2 اقرا، 3 افهم كما فهمه الاباء الاوائل، 4 ادرس، 5 ابتدي انفذ اللي انا قريته، اخر حاجه احاسب نفسي كل يوم قبل ما انام 10 دقائق انا طبقت الوصيه ولا لا. ربنا يديك ويدينا ان احنا نكون اراضي جيده علشان نثمر 30 و60 و100 لالهنا المجد.